السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، أتمنى يكون الجميع بخير، وأنا لو الأهلي بخير أنا بخير. الأهلي النهاردة بيحطم السدود الأثيوبية برباعية نظيفة في شباك سان جورج. الأهلي النهاردة يا جماعة ما كانش نازل عشان يلعب كورة، الأهلي النهاردة نازل يستعرض مهاراته وفنياته، نازل يقول للقارة أنا الأهلي، أنا زعيم القارة. بدأ محمد مجدي قفشة بهدف ماركة أبو تريكة، واحتفل كمان بالهدف على طريقة عم الناس. تاني الأهداف كان من ضربة جزاء صناعة وتنفيذ كهرباء، والفولت العالي بدأ ينور من تاني إمام عاشور. عظمة على عظمة. إمام عاشور يا جماعة هو رمانة الميزان في نص ملعب الأهلي، وكل يوم إمام بيثبت إنه أفضل صفقات الأهلي. باختصار الأهلي النهاردة عزف سيمفونية على استاد القاهرة، وبعت إنذار شديد اللهجة للفرق الأفريقية، وأعلن عن جاهزية الأهلي لدوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية إن شاء الله. الجون الأول كان لقفشة، ولا أروع ولا أجمل. والله العظيم أنا أول ما شفت الهدف ده افتكرت أبو تريكة أمير القلوب. الجول التاني سجله كهرباء بعد عناء، وكان ليه أكتر من محاولة وضيع فرص كتير، ولكن الحمد لله أخيرا لمس ونور تاني وسجل الهدف الأول ليه من ضربة جزاء، وسجل كمان هدفه التاني من عرضية من نوادر محمد هاني. وكولر عمل بعض التعديلات على التشكيل، وقرر كولر إراحة الظهير الأيسر علي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو، ومنح كريم الدبيس وكوكا وقفشة وكريستو وأحمد عبد القادر الفرصة، والكل أجاد. كولر النهاردة عمل عظمة. كولر النهاردة مش عمل تبديلات، كولر النهاردة ما عملش تشكيل، كولر النهاردة بيقول للقارة كلها يا جماعة أنا ما عنديش فرقة واحدة، أنا عندي فرقتين. كهرباء الحمد لله الحظ حالفك النهاردة، ولو في سبب لإسعادك النهاردة فهي الروح الجميلة اللي حوطتك من زمايلك. انفراد واتنين ما تدخلهمش، تجيلك ضربة جزاء وزمايلك يقدموك لشوطها، بالرغم ان كل الفرص اللي جات لك كان كل زمايلك بيحاولوا يدوها لك عشان تدخل هدف، لان انت معنويا بقيت في الارض بسبب عدم التهديف. فالنهارده لو في يعني مصدر سين للماتش ده هو الروح الرياضيه ما بين لعيبه الاهلي وقد ايه احتوائهم لبعض. الحمد لله زمايلك يقدموك وتدخلها وترجع لك الثقه لتسجيل هدف تاني ليك والرابع للاهلي براسك. والحقيقه الحظ ما حالفكش انت لوحدك في الكره دي، لا ده حالف محمد هاني كمان اللي بقالنا فتره ما شفنالوش عرضيه ظابطه كده. عاشور والله يا ابني والله انا كان نفسي النهارده تدخل جول، لان انت في 3 ماتشات دلوقتي عملت كل حاجه في الكوره، فكان نفسي تدخل جول عشانك انت. لكن انا وبالنسبه لنا احنا كاهلاويه والله انا اساسا مش مهم عندي خالص انك انت تسجل، الموضوع بالنسبه لي والله خالص انت وجودك اصلا في وسط الملعب عامل شغل وتحركات ما تتوصفش. انت بتحرك الفرقه كلها وانت بتلعب، انت بتلمس الكوره الفرقه كلها بتتحرك من قدامك، انت بتعمل عظمه بجد في وسط الملعب، لمساتك كلها تخض اي لاعب قدامك. بجد اتمنى لك التوفيق، وانت فعلا 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 اهم صفقه حصلت في الموسم ده. كمان النهارده بيراميدز بيكتسح الجيش الرواندي 6-1. الف مبروك للاهلي وبيراميدز. طبعا مهما كان بيراميدز بيمثل مصر، الف مبروك، ومبروك على الاهلي وبيراميدز التاهل لدور المجموعات. ولحد هنا انتهت حلقتنا النهارده، يا رب يكون الجميع بخير. واتمنى لو الفيديو عجبك تدعمني وتشترك معايا في قناه اليوتيوب بتاعتي او صفحه الفيسبوك، يشرفني وجودك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.